جين زي دي عامله لكم قلق عامه. صحيت لقيت الموبايل رن 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 طز فيه وفي اللي جابه. من مصر برودكشن ان انت بعدها تبقى كونتنت كريتور. الناس طبقات يا جماعه، الناس كوميونيتيز. انا مش هبقى في شركه. اول ما بعرف ان كلاينت بنت بقى انا شبه ولد. قلت لهم بس اخواتي ناس كتير جدا اشطر مني. فايبز امل فتره بنتك حياتك زحمه. الموضوع ده يعني شائك، عشان كده كنا حابين نعرف ابولا بتاخد كام. مش كل حاجه الفلوس عشان تبقي فاهمه يعني. حاسه ان انا عارفه. بصي عمري ما حد اهتم بيا قوي كده. انا اجريسيف قوي لا بعد ساعتين يعني بصي هو اوكي لعكيني في الليله دي كلها. هروح عند امي انا اقول اللي انا عايزه اعمل اللي انا عايزه. اموله يلا نبدا بقى. ستوب يا ابني. والله مش سهل ابدا في سن صغير ان انت تقرر ان انت تسيب الفول تايم جوب بتاعتك وتبدا ان انت تبقى بزنس اونر وتفتح البيزنس بتاعك، وخاصه لو ميديا برودكشن ايجنسي. فانا عايزه اعرف امل عملت ده ازاي. كلميني عن الشجاعه. مش عايزه اقول لك يعني حاجات كليشيه، بس كله على الله. زقوا ربك يفوق. ده انت كده خلصتي اصلا السؤال اللي بعده. انا عايزه اقول لك انت كده دخلتي على السؤال اللي بعده بالجمله دي. بس كده شكرا. يعني كنا هنتكلم عن فكره ان ازاي يعني من مصر برودكشن ان انت بعدها تبقى كونتنت كريتور، وخاصه ان الكونتنت كريتورز بقوا كتار قوي بس ما فيش حد فيهم خفيف. برضه رزقي ورزقك على الله ولا الموضوع ماشي ازاي؟ بصي انا اغلب حياتي ماشيه على الله. بشوف الحاجه كده اللي هو شكلها لذيذ فيلا، ما دام هي تمام وانا تمام نجرب ونشوف. يلا نشوف الدنيا على الله. لا بس دي قرارات مصيريه يعني. انت بتتكلمي في قرارات مصيريه يعني الموضوع مش هي بصي كده كل حاجه على الله وكل حاجه، وبفكر وباوفر ثينك، بس في الاول وفي الاخر يعني you will never know until you try. فبتخش في الحاجه تشوف والله ما نفعتش مش اخر الدنيا. ايه الناس هتقعد تتكلم شكرا عادي تمام انا تمام عادي. طيب ده عشان ده ستايل جين زي ولا ده ملوش علاقه بجين زي؟ جين زي دي عامله لكم قلق عامه جدا. انت مش فاهمه ازاي. انا بالنسبه لي ده اختراع اكتشاف. ليه شايفاه اكتشاف؟ حاجه مش مفهومه، اكسبريشنز مش متعودين عليها. اخر حاجه روشه سمعتها في حياتي كانت قشطه بقى وفكك والحاجات دي. فلما بسمع حاجات جديده مختلفه ده بالنسبه لي بيبقى اللي هو حاجه انا مش عارفاها. ده انا كنت اروش حد الحوار ده. تعالوا فهموني. فلما اقعد بقى افك شفرات عشان افهم يعني بحسكم اروش فبتعصب حتى. فاهمه اللي هو ليه؟ بصي هو انا في حته في النص برضه يعني. انا جيلي مش جينزي قوي اللي هو بقى الحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. يعني فاهمه. ومش برضه كده يعني. انا في حته في النص. بس انا مقتنعه تماما ان جينزي بيفتحوا حاجات جديده ما كانتش موجوده. بيفتحوا شغل جديد ما كانش موجود. صغيرين ما بيعملوش حاجه بس بيطلعوا من الولا حاجه وبيجيبوا منها فلوس. فتحفه. تفتكري ده جينزي ولا مؤخرا اصلا بقيت بحس ان في ناس كتير قوي بقى عندها فيجن في حته ان انا افتح براند يكون بتاعي وابقى بزنس اونر واجرب واخسر واقوم وهكذا؟ ولا بتحسي ان اغلبهم جينزي؟ لان انا ما ركزتش في حته ان اغلبهم جينزي دي خالص يعني. بصي لا مش اغلبهم جينزي، اكيد ده موجود وده موجود. بس زي ما تقولي جينزي برضو هم طالعين شايفين كل حاجه وكل حاجه اتعملت خلاص وكل حاجه جديده بيبصوا عليها. فهم بس عندهم دفعه كده من انا عايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده. فممكن هم يبقوا اكتر ناس ظاهرين. بس برضو الجنريشن اللي اكبر من جينزي ستيل هو كمان لا يعني بشوف ناس كبيره وبتخش في حاجات جديده وبالعكس بتنجح عادي. طيب انت اصلا ممكن تفضلي ان التيم بتاعك اصلا يبقى فيه ناس جينزي؟ بصراحه ما عنديش برضو يعني افضليه في انه لازم يبقى كده ولازم يبقى كده. مهم بالنسبه لي ان الشخص يبقى ملم بكل حاجه بتحصل حتى لو هو سنه كبير ولو سنه صغير، بس يبقى عنده السنس اوف كوميونيكيشن وازاي يتعامل وازاي يقول الصح ويقول الغلط. علشان بس برضو الجنريشن عنده حته كده بتاعت انا اقول اللي انا عايزه اعمل اللي انا عايزه. لا في سنس برضو في انك ازاي تتعامل يعني. مش كل الناس للاسف عندها السنس ده. صدقيني جينزي او غيره فلترز دي لازم تبقى موجوده عند الناس كلها. ده حقيقي. احكي لي بقى مطر برودكشن، احكي لي اكتر عنها. عايزه اعرف انت ابتديتي مجال التصوير ازاي؟ اصل الحاجه في الاول بتبقى فكره كده وبعد كده الموضوع بيختلف. فانا عايزه اعرف تفاصيل اكتر. ماشي. بصي يا ستي، انا من وانا في المدرسه كنت عايزه امثل اصلا بقى. سيبك بقى من التصوير بقى والكلام ده. انا كنت عايزه امثل وبالاخص كنت عايزه ابقى مور انتو اعلانات. وبعدين عدى وقت اتحجبت. قلت بس مكاني ورا الكاميرا هيعوزوا ايه محجبه. قلت قشطه خليني بقى ورا الكاميرا. بدات في فتره كده مش عارفه انت تفتكري حاجه ازاي ولا لا. عارفه فاكره ابلكيشن كان اسمه فاينز، حاجه شبه التيك توك كده بس قبل التيك توك بحبه، والدوب سماش والناس اللي انا من الشخصيات اللي دخلت السوشيال ميديا متاخر. سيبك من ان انا دلوقتي بشتغل في السوشيال ميديا بس انا اصلا يعني عن جيلي كانوا داخلوا على السوشيال ميديا وانا لسه كنت بتفاجئ للاسف يعني. كان في كده ابلكيشنز يعني ايوه كانت شبه من الاول. يعني كانت شبه التيك توك كده. ايوه
انا بقى كنت ايه على الابلكيشنز دي مود بقى، يعني اللي هي بقى عارفه انت الساوندز ونعمل سيتويشنز وجو اليوتيوب وايام شادي سرور ايوه عشان كده ابتديت الحاجات دي. انا بقى كنت بعمل الحاجات دي جدا وكنت مشهوره جدا في مدرستي، اللي هو دي البت الفنانه. وبعدين لما اتحجبت كملت فيهم عادي جدا برضو، بس حسيت انه طب يلا خلينا ورا الكاميرا. انا عاجبني كرييتيف اندستري من زمان يعني. اختي جابت ساعتها كاميرا كانت عادي، كاميرا هوم فريندلي كده للرحلات ومش عارف ايه، فتعرفت اكتر على الكاميرا. كانت ساعتها كانون 650 دي يعني. بس بدات بقى اتنطط بالكاميرا دي بقى في رحلات بقى ومش عارف ايه، اي حفله في المدرسه بس اختكم عموله اللي هتصورها، عموله مالتي ميديا. شوفوا نفسكم في ايه، تخرج انا هصوره يعني. كان اكبر ديل جات لي وانا صغيره كانت حفله تخرج دفعه اكبر مني، عايزين حد يصورها، قلت لهم بس اخواتي انا هصوركم. خلص الموضوع. وصورت فعلا والموضوع كان لذيذ يعني. بس لما ابتديتي شغل اصلا، اول نزلت شغل ليكي، استعنتي بالكاميرا بتاعت اختك ولا نزلتي بالموبايل ولا عملتي ايه بالظبط؟ نزلت بالكاميرا بتاعت اختي. اوكي يعني ما جربتيش خالص في البدايه؟ يعني انا دايما بسمع بقى الناس بتطلع بقى الفوتوغرافر والفيديوغرافر، انا ابتديت في الموبايل وصورت وعملت. انا نازله بالكاميرا عادي. انا نزلت بالكاميرا على طول. قصه كفاح جامده جدا جدا، ده انا جايباها من تحت جدا. خدت بالي. اول شغل ليكي غير حفله التخرج، يعني بعد ما اخدتي الموضوع اظن هو شغل، نزلتي اشتغلتي فول تايم الاول ولا دخلتي على طول في المجال حته ان تعرفي ناس مثلا كونكشنز وتنزلي ايفنتس وحاجات زي كده؟ بصي انا والفول تايم مش صحاب. اول ما بدات الفيلد يعني انا كده كنت بصور حاجات بسيطه وانا في الجامعه بصور مش عارف ايه، بس اول ما شغل ده اول ما اتخرجت. يعني انا دايما عندي احلام بتاعت انا يبقى عندي شركتي. انا ما اشتغلش في شركه. براحتكم بقى، احنا الناس طبقات يا جماعه، الناس كوميونيتيز. انا مش هبقى في شركه. انا ابقى صاحبه الشركه، نبقى لزاز كده، بس انا ما اعرفش ابقى في شركه. جربت اشتغلت فول تايم مرتين، مره قعدت يومين ومشيت، مره قعدت 3 ايام ومشيت. قلت بس خلاص كده كفايه عليكم كده فول تايم. بدات بقى فريلانس في حاجات بسيطه، فالحاجه بتجيب حاجه. ماشي. بعد ما حسيتي ان انت مستقره شويه في حته موتور برودكشن، بشوفك الاول بتنزلي تعملي ستريت فيديوغرافي وفوتوغرافي، وبعد كده من الموضوع ده دخلتي معارض. بشوفك منزله الحاجات دي على السوشيال ميديا. قبل برضو ما اخش في حته التصوير، كل اللي بعمله ان انا بنزل الشارع بصور. انا ستريت فوتوغرافر، وبيبقى في معارض مش عارف ايه اروح داخله فيها. الموضوع ده كان بالنسبه لي يعني لا بيعلي الادرينالين جدا ان انا صورت في الشارع، دي تحفه. فمره دخلت اكشلي معرض بالصدفه، لقيت معرض محتاجين صوره، يلا ابلاي وانساها. اوكي. وفي مره بعد بجد وقت طويل جدا المعرض ده كلموني قالوا لي انت معانا ومش عارف ايه، فقلت عادي. بس المعارض لما بتروحي بتبقى 100 صوره موجوده في المكان كله بيتفرج، مفيش سبوت لايت على صورتك قوي. قعدوا يزنوا عليا اللي هو متاكد انك هتيجي، وانا عمري ما حد اهتم بيا قوي كده في معرض. رحت المعرض ده لقيت ان انا صورتي طالعه في المعرض ده، كانت ساعتها مركز ثالث which كان معرض كبير جدا، فكانت حاجه تحفه. اكسبت ساعتها $500 اوت اوف نوير وانا قاعده. حلو يا جماعه نهار ابيض. فول تايم ايه بقى يا نهار ابيض فول تايم بتقولوا لي فول تايم. بس فدي كانت بالنسبه لي يعني لا تحفه. على فكره انا قدمت في معرض قبل كده، بس الصوره مش انا اللي مصوراها. والله العظيم. ستوب يا ابني. والله العظيم بجد. يعني الصوره كده حد عزيز عليا واللي مصورها، فما حسيتش ان عنده الشجاعه ان هو يعمل الموضوع. رحت جايه انا اللي داخله بيها، بس ما تابعتش، ما مشيتش ورا الموضوع. انا قدمت وخلاص. طب الصوره دخلت المعرض ولا خدت بالي ولا فكرت ابص بعدها ايه اللي حصل. فعشان كده انا بالنسبه لي المعارض اللي هو ايه ده، الله انا عايزه اقدم، بس اقدم بايه وفين وده ما اعرفش. ما عنديش فكره. بس اللذيذ في الموضوع ان انت اتجهتي من فكره موتور برودكشن للكونتنت كريشن. احكي لي عن الكونتنت كريشن اكتر، لان انا بقيت بحس ان اغلب الناس تعمل كونتنت على السوشيال ميديا بقت عايزه تبقى انفلونسر، هي ما بتعملش كونتنت. فانا عايزه ابقى انفلونسر واعمل انبوكسنج وافتح الحاجه واوري الناس شغل. فنادرا لما حد بقى بيقدم حاجه شخصيته بتبان. فانا بحس ان انت شخصيتك خفيفه ولذيذه وبتبان في الكاميرا. فاول فيديو عملتي انت كنتي قاصده ان هو فايرال، كنتي حابه الموضوع ولا هو طلع فجاه؟ يعني ايه التفاصيل بتاعته؟ هقول لك اول جمله قلتها لك على الله. بجد. انا على الله خالص. عامه زي ما قلت لك زمان كنت بقعد اعمل فيديوز مش عارف ايه، فانا بس بحب العب، بحب اتبسط. دي حاجه بتبسطني كده وانا بعملها، واتبسط لما حد يشوفها ويضحك او يتبسط. انا بحس ان انا مبسوطه لما بعمل حاجه ممكن تسليكي. هي ممكن ما تحطلكيش اكسترا انفو في حياتك، يعني ممكن ما تزودلكيش معلومه، خلت لك وقتك لذيذ، انا ساتسفايد، انا تمام. اصل كل انفلونسرز دايما يقولوا لك انا عملت فيديو وعملت له ابلود ونمت صحيت لقيت الموبايل رن وانا مش عارف ومش فاهمه. كله بيقول كده. دي حصلت معايا مره عامه. طب هو ايه اول فيديو فايرال؟ بصي هقول لك. ايوه حاسه انا عارفه. بصي يعني كان في فيديو كده
الناس بس ربطت بيا وبفنان كده يعني تاني. اوكي. وقعدوا بقى مسكوني بقى سف. انا ده موضوع السف ده مش بيضايقني خالص يعني. اوكي. مسكوني سف، دي البت اللي شبه مش عارف مين، دي اللي مش عارف شبه مش عارف مين. والفيديو يعني ضرب جامد 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 بسبب ان الناس كلها مقتنعه ان انا شبه الولد اللي مش عارف مين. فطلعت اهزر اقول لهم يا جدعان ولد، انا شبه ولد. يعني ما عنديش مشكله ان انا شبه ولد، بس ازاي دي الولد؟ ففين اوكي. انا كنت فاكره بتاعت تو بيرسوناليتيز في فيديو كده انت عاملاه تو بيرسوناليتيز، ان انت عندك تو بيرسوناليتيز مره وانت رايحه ويدنج. ده قريب. ده انا اللي حسيته يعني ده ضرب برضه. بس ده من قريب. التاني اللي بكلمك عليه ده بعيد قوي. وخلى الاكونت يضرب جامد، والاكونت ده اتسرق اصلا. اوكي. فبدات على نظافه تاني بقى. على الله. على الله. قلت لك على الله. على الله. بعدها بقى انت قررتي انك تفتحي الستارت اب بتاعك وتعملي فاشن براند ودخلتي في المجال. اشمعنى قررتي تعملي حاجه زي كده، مع ان انا حاسه ان انت حياتك زحمه نو نيد ان انا افتح حاجه اكسترا، بس حسيتك انك عايزه تاخدي التجربه؟ الموضوع برضو اللهوي جدا يعني، مفيش بلان واضحه كبيره يعني لازم اعمل بيها لوكال براند يلا بينا. انا كان معايا حبه فلوس، اختي كانت عندها لوكال براند كنت عايزه احطها معاها. وبعدين كنت بحكي لواحده صاحبتي قالت لي وانا كمان ما تيجي طب نعمل براند. قلت لها يا سلام نعمل براند. طلعنا ساعتها يعني استراتيجي وبراند ايدنتيتي وحاجه معينه ان احنا نمشي عليها، ما يبقاش الموضوع برضو يعني انا على الله بس بقى يعني لما بطلع قرار. لا في شغلك غير برضو. لا يعني على الله قرار بس بالزبط. بعد كده بتاخدي الموضوع بجد يعني. فاهمكي قوي. فطلعنا ايدنتيتي مشينا عليها وبس. بس حابه الموضوع؟ بصي مش هقول لك اني بحبه قوي 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 ومش كرهاه. عادي، هو ده البرودكشن ده اساسي. بس انت كنتي متوقعه ان الكونتنت كرييشن بتاعك يقلب ببزنس؟ لا خالص. طب ولما قلب ببزنس حسيتي بايه؟ يعني اختلاف الفيديوز، اختلاف طريقه الكلام، الحاجات دي كلها يعني اموله فين؟ اموله فين من الكلام ده؟ بصي يعني ما كنتش متوقعه انه هيقلب بزنس، ومش دي التارجت بتاعي. اللي هو لو جه منه بزنس ما عنديش مشكله، لو ما جاش منه بزنس برضو ما عنديش مشكله. بس لما قلب بزنس بدات اركز بقى في تفاصيل اكتر. يعني انا في الاول كنت يعني اللهويه برضو اللي هو ايه مش عارف انا مش مهم شكلي ايه، مش مهم بعمل ايه، مش مهم ايه، افتح فيديو وخلاص يعني. بس دلوقتي بقيت في تفاصيل لا بركز فيها علشان الاكسبوجر زاد، ناس كتير شايفه، ناس كتير ممكن تعمل زيي، فانا محتاجه اركز الدبل. طيب ناس كتير قوي حابه تعرف السؤال ده يا اموله، بتاخدي كام في الفيديو؟ باخد كام في الفيديو؟ والله لا بتاخد كام في الفيديو؟ والله ما يزيدش يعني بس ما قلش. بصي لا اصل الحته دي بالذات بقى فيها كونفليكت جامد قوي، ان اغلب الناس بقت مصعده الامور يو جي سي مايكرو انفلونسر ماكرو انفلونسر، فحاسه ان بقى في كلاكيع كتير قوي. فطبعا المايكرو ده بنتكلم في الوفات، لما بتطلعي بعد المايكرو والماكرو بتحسي فجاه ان انت بتتكلمي في حاجات كده مرعبه. فعشان كده بحس ان دايما اللي بيبقى شاغل الناس اكتر من ان انا اتفرج على كونتنت كريتور الاعلان ده بكام. فالموضوع فعلا بيبقى تريكي شويه. انا وجهه نظري ان المايكرو انفلونسرز اصلا لو اخد كتير هو خلاص بقى انفلونسر كبير، فما حدش هيجيله يعني، ما حدش هيجي فعلا. مع ان انا عارفه ان انت بتبقي شايفه من وجهه نظر ان انا جاي للشخص، بس في الاخر البراندز بتستخدم ده نوع من انواع الماركتنج، مش ان انا اخد فلوس وخلاص. فانا نفسي اصلا الناس تفهم الكونسبت ده، عشان مش كل شويه حد يطلع يقول انا انفلونسر. عشان كده كنا حابين نعرف اموله بتاخد كام. والله فكره بتاخد كام دي فكره نسبيه. ايوه مش كل حاجه الفلوس عشان تبقي فاهمه يعني. اخدت بالي. طيب لو في ترند ظاهر بس انت مش عاجبك الترند ده، بس بيجيب فيوز هبل، هتعمليه ولا طز فيه في اللي جابه؟ مش بتاع نفسك؟ طبعا. يعني مش هتعمليه؟ لا طبعا مش هعمل حتى لو بيجيب فيوز. هو ايه يعني فيوز فلوس؟ الفيوز مش فلوس، انت بقى غلط. احنا في مصر. ما تجيبش فلوس؟ لا الفيوز ما بتجيبش فلوس طبعا. طب طلعتي لايف قبل كده على التيك توك؟ والله طلعت لايف كده، كنت بحاول انجيج اكتر يعني مع الناس، اللي هو اعمل كوميونيتي يعني ولا مؤاخذه. اوكي ايوه. بحاول اعمل كوميونيتي، وبعدين الكوميتمنت عندي بس مش قد كده، فان انا اقعد كل شويه افتح لايف، كل شويه افتح لايف. ما كانش فارق لي الفلوس اللي بتيجي من اللايف دي، حاجه بالنسبه لي يعني لا ده خط احمر، ده مش منطقي يعني. بس يعني ما كسلت اكمل بصراحه. طيب انا اغلب الناس بتفكر دايما في حته البيرسونال براندنج، فانا بحس ان دايما لما حد يفتح البيج بتاعته بابليك وهو عنده بزنس، فانا بعمل بيرسونال براندنج عشان يبقى من الاخر يسيرف على البيزنس بتاعي. فكرتي في الموضوع ده قبل كده، ولا انت ستيل فاصله بين الكونتنت كرييشن وما بين البيرسونال براندنج بتاع ماتر برودكشن؟ لا طبعا انت كلامك صح 100%. لو عندك بزنس وعندك كونتنت فانت بتعمل بيرسونال براندنج، عشان ممكن ناس تجيلي للبزنس ده علشان امل
اللي عامله بيرسونال براندنج. التصوير لذيذ وكل حاجه، بس هم عايزين امل. مهم قوي بالنسبه لي في ماتر برودكشن، بالمناسبه مسميها ماتر مش مطر، انا اسمي امل مطر، مسميها ماتر علشان الستوري ماتر، كل حاجه بنعملها ماتر، كل تفصيله صغيره بتماتر مهمه يعني. بسمع لي ناس كتير قوي بتقول مطر عشان انا امل مطر. ايوه انت فاجئتيني جدا. فلا عادي يعني، الواحد كان المفروض يذاكر شويه. لا عادة، كل الناس بتقول امل مطر. بس بالنسبه لي حاجه من اللي تميز ماتر برودكشن التصوير. دي ناس كتير قوي بتصور، ناس كتير جدا اشطر مني، برودكشن هاوسز موجودين كتير جدا، بس اللي يميز الطريقه اللي بنتعامل بيها، الشخصيه وقت الشوت وقبل الشوت والتظبيطات بتتعامل بطريقه كويسه يعني. حاجه كده بنت ناس يعني. أيوة مش فكره تتربتك، لا وخاصه بقى في ناس كتير قوي، الماركت بقى زحمه اصلا يعني، بالموبايل خلاص بقى اسمي ريل كرييتر، وبالكاميرا وباي حاجه، فبحس ان الموضوع برضو بقى واسع قوي، فالكومبيتيشن بقت كبيره. بالظبط. كان لسه عندي كلاينت، هي قالت لي انا جيت اصور معاكي انتي، مع اني لقيت اوفرز احسن منك بكتير، بس انا جيت اصور معاكي انتي علشان انا عايزه فايبز امل في الشوت، مش عايزه يعني التاني عادي موجود. على فكره انا بحس كده في الاكونت بتاعك، والله مش بجاملك فعلا، بس فعلا انا بحس بفايبس في الاكونت. يعني في اكونتس تخشي كده تحسي ان انا بتفرج على حاجه مش بتاعه الشخص، هو بيصطنع بيمثل بيحاول، بس بخش الاكونت بتاعك اموله يلا نبدا الموضوع بيقول ايه. فبحس الموضوع ده قوي يعني. فلو انت ده التارجت بتاعك اي ثينك انت وصلتي للبوينت دي يعني. بالنسبه لبقى الكلاينتس، البنات غزت الكوكب، فمتهيالي انت 90% من الكلاينتس بتوعك بنات. 80 صح 80. طب بتحسي ان ده بيسهل عليك التعامل ولا بيصعبه، عشان البنات بتهتم بالتفاصيل قوي والستايل ده؟ بصي الموضوع ده يعني شائك، عشان في جزء من البنات لذيذ قوي كده، احنا فاهمين الدنيا فاهمين بعض، في جزء تاني ربنا ما يوريه لنا كلنا، مفيش اكتر من ده مفيش اكتر من ده، كله موجود يعني كله موجود بالنسبه لك، ما عندكيش مشكله يعني. بالزبط. في ناس اصلا انا لما بتعامل معاها تقول لك اول ما بعرف ان الكلاينت بنت بقى تفاصيل. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه طبعا، تركيز في التفاصيل رهيب يعني. انت ممكن تخليكي هي بتبقى ليها وجهه نظر وانت بتصوري بستايل معين، فالموضوع بيتعارض، هي ممكن ما تكونش عارفه ده بيتنفذ ازاي، بس هي عايزاه بالستايل ده، فبيحصل زي كونفليكت. مع ان انا مش عايزه افاجئك ان انا 90% من الكلاينتس بتوعي بنات. 90% من البيزنس اونرز اللي بتعامل معاهم وما شاء الله بتبقى بروجكتس ناجحه جدا بنات، عشان بيهتموا بالتفاصيل. لا الموضوع احيانا بحسه لذيذ يعني، حته لذيذ وحته مش لذيذ. ده انتي بصي مش هتكلم عن مش لذيذ صح. تمام. طب ما تحكي لنا كده بقى عن كلاينت كده كلمتيه بقى، اولاد بنات وات ايفر، وبعد ما نزلتي الشغل نفسه اتفاجئتي اتصدمتي من حاجه غير المتوقعه غير اللي اتقالت، موقف كده في اللذيذ منه خالص؟ مش فاكره موقف بذاته يعني، بس كتير قوي نزلت شوتس لقيت حاجات غريبه. من اكتر الحاجات اللي بتستفزني المواعيد اللي مش مظبوطه. مثلا فمره نزلت شوت يعني كلاينت كل حاجه اتاخرت عليا ساعتين، انا قاعده في مكان انا مستنيه ساعتين، قلت لها بصي نص ساعه بالظبط، لو ما بداتوش انا همشي. بعد ساعتين انا اجريسيف قوي يعني. لا بعد ساعتين يعني بصي انا جبت اخري خلاص يعني. انا جبتها من بدري. قاعده بقى كل شويه اللي هو ها اوكي، وانا مش بطلع اكستريم على طول يعني. مشيت سبتهم يعني، وهم اللي هو طب ليه بقى بعد ما مشيت بقى كمان. طب ما كنا ممكن نستنى. فبس الناس بيبقى محتاج يبقى عندها sense of responsibilities حوالين الناس اللي حواليهم، فاهمه؟ بالذات الكلاينتس بتبقى محتاجه تفهم ده يعني. حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان عمرك في حياتك ما حد يتصل بيكي دلوقتي ويقول لك انا عايزك في كول وتقولي له تمام انا فاضيه. لو قاعده بصي بتاكلي فشار تقوليش انا فاضيه، ليه ينفع نص ساعه واكلمك بس عشان انا في ميتنج دلوقتي؟ ايوه بجد يعني. على فكره انا كده بوظت الحركه اللي انا بعملها، بس كده كله عارف، كله عارف كده، كله يبقى عارف ان انا قاعده باكل فشار. ان جنرال دي من الحاجات اللي فعلا سايكولوجيكال بتفرق مع الكلاينت او الشخص اللي قدامك، بيحس ان انت لا ده وقتها مهم، ان انا لا في ناس غيري، فبيبدا ان هو يرسبكت المواعيد ويرسبكت اللي بيحصل. كنت عايزه اتكلم عن فكره بدايه اي بزنس، بما انك ابتديتي موتور برودكشن وابتديتي الفاشن براند والكونتنت كرييشن، بتبقى اصعب حاجه البدايه. ايه اكتر حاجه كنت بتستراجل فيها في حته البدايه دي، ولا كله على الله ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي اصعب حاجه يعني في اي بزنس مش البدايه، الحته اللي في النص دي stability. بالظبط. اصل انتي البدايه بتبقى عباره عن اوبريشنز كده اكتر، اللي هو انا هعمل وهجيب وهروح. ولو هنتكلم في حاجه الفاشن براندز مثلا او اللوكال براندز، انا هجيب قماش وهعمل وهكلم مصنع وهصنع. كل دي البدايه. طلعتي البرودكت بقى اللي انت عايزه تبيعيه وهتنزليه وتعملي الفوتوشوت ومش عارف ايه. نيجي بقى الحته اللي في النص بقى، دي بحسها هي اللي بتوقف، اللي هو ان انت يبقى عندك بقى كوميتمنت، ان انت دايما بتنزلي، دايما بتصنعي، دايما بتعملي كونسيستنسي بقى، انك دايما شغاله. هي دي الحته اللي في النص. الشارت عمرها ما هتفضل
هتفضل طالعه. هي هتطلع عشان انت في الاول عندك البوش، وبعدين هتنزل علشان طبيعي كل حاجه بتنزل. فانت في الحته اللي نازله دي لو انت سبتيها تحت ونزلتي معاها خلاص هتقعي. اللي هي بقى انت لما هتوصلي انك خلاص مش قادره، مش عارفه تعملي ايه والدنيا ضايعه معاكي، لو انت ما قمتيش في الحته دي تكملي خلاص كده هتقعي. فدي اصعب حته. انا اصلا كان ده السؤال الجاي، كنت هسالك انت اصلا بتتعاملي ازاي مع ضغط ان الحاجات اللي انت بتتعاملي فيها دي كلها محتاجه شخص كونستنت. انا محتاجه انزل كونتنت بانتظام لو عايزه الناس تفضل فاكراني، محتاجه ان انا انزل شوتس بانتظام وانزل والناس تشوفني، وانزل كونتنت للايجنسي نفسها واتحرك واروح واجي عشان الدنيا تفضل ستيبل. انت ازاي بتحاولي تتحكمي في الضغط ده؟ زي ما انت قلتي بحاول. يعني مش هقول لك بقى بيرفكشنزم وانا بعرف وبعمل، لا خالص. انا بس عندي برايورتيز. فاول لما تبقى البرايورتي بتاعتي الاولى بتيجي ببقى 100% معاها. الدنيا فضيت من هنا شويه بروح في الناحيه التانية. جات لي باور قوي ان انا اعمل في الاثنين، بعمل في الاثنين. هديت قوي باخد وقتي واروح مديه نفس الباور واروح مكمله، which is سايكل طبيعي لاي بني ادم. عايزين بقى نتكلم عن موقف حصل حسسك ان انا ايه اللي عكيني في الليله دي كلها. يعني ما انا كنت قاعده في البيت عادي، ايه اللي حصل؟ ده انا كل يوم خميس عادي. كل ويك اند. يعني ما عنديش موقف سبيسيفيك يعني، بس هي بس الفيلد بيضغط قوي. مش شغلانه اصلها هي من 9 ل 5 بتروحي عادي تروقي مش عارف ايه، لا هي كلها ستريس، كلها تفكير، كلها تفاصيل، كلها تعامل مع تهندلي ده وتظبطي ده وتحلي المشاكل. فلا عادي يعني، ده عادي ان كده باجي اخر كل اسبوع بس اروح عند امي لحد يقول لي شغل المرأة مكانها في البيت. مكرونه بشاميل بالظبط. اصحى بقى بعدها بيوم احس بس المرأة مكانها في الشغل. تمام، يلا ننزل نكمل. بالظبط. طيب خلينا ناخد شويه اسئله سريعه كده. انت بتحبي اكتر الانستجرام ولا التيك توك؟ انستجرام ولا تيك توك؟ ما هو في اسبكتس كتير. اديها السؤال سريع، انستجرام ولا تيك توك؟ سريع. انستجرام والله لا يمكن كنت اتخيل. طبعا كنت فاكره تيك توك. والله. طيب كونتنت حاجه عفويه كده ولا حاجه بلاند وانا منظماها؟ انا هسيبك انت تجاوبي. على فكره والله حتى الحاجات اللي على التيك توك اللي الناس بتعملها زي دبنج والكلام ده كله ده بيبقى بلاند على فكره. هو كده ده مش ليه بتضيعوا وقت من حياتكم في بلاننج لحاجات فور فن؟ صح ماشي. طيب لويال اودينس ولا فايرال؟ لويال اودينس طبعا. طب بتحبي التصوير بالموبايل ولا بالكاميرا؟ كاميرا طبعا. اصلا دي مفاجاه. طبعا. طبعا موبايل اخف والذ واصغر ومجهود اقل كده. مؤخرا بقت اغلب الايفونز بقت اصلا بتصور كواليتي كويسه جدا، فبقيت بحس ان الناس عمرك ما هتجيبيها الكاميرا. ده انت لويال موت للكاميرا. نو واي. طيب تحبي البراندز كولابريشن ولا يبقى الاون براند بتاعك؟ بمعنى ان انت تعملي كولابريشن مع ناس ولا ان انت تعملي البراند اصلا؟ يعني زي ما انت عملتي كده انا اعمل كولابريشن مع فاشن براندز ولا يبقى ده البراند بتاعي؟ عادي كولابريشنز وكله يبس كله. والله العظيم كده انك هتقولي كده. طيب احنا كده خلصنا. كنت عايزه اعرف لو انت حابه تقولي حاجه اخيره او حابه تضيفيها. يعني حابه اقول مبروك على البودكاست اللذيذه الجميله دي، واتبسطت بجد، وقت كان لذيذ. والله انا كمان، عشان انا بفكر في حته ان هرجع واقول تاني ان احنا بندي الناس تيبس عن البيزنس بس على شكل بايتس، ان انت بتاخد حاجه خفيفه لذيذه وانت بتتفرج. فانا يعني مهتمه قوي ان كل الجيستس يكونوا خفاف بس. تمام، نورتيني. شكرا.